Hallo und herzlich willkommen zum neuen Deutschkurs. Heute lernen wir das Deutsch-Alphabet. السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. اليوم غادي نتعلموا الأبجدية الألمانية، يعني الحروف ديال اللغة الألمانية. Das Deutsch-Alphabet hat 26 Buchstaben، يعني الحروف ديال اللغة الألمانية كتحتوي على 26 حرف بحال الإنجليزية. Und es gibt auch 4 besondere Buchstaben اللي هما A, O, U und SZ. يعني في اللغة الألمانية كاينين 4 ديال الحروف خاصة اللي ما كاينينش في الحروف ديال اللغة الإنجليزية، اللي هما A umlaut, O umlaut, U umlaut und SZ. umlaut هما هادوك جوج نقاطات اللي كاينين فوق، مثلا نقول لكم A فوق منها جوج نقط هي A umlaut. هادو غادي نشوفوهم في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. دابا غادي نبداو بالحرف الاول ونتعلموا كل حرف بوحدو كيفاش كيتنطق ومعاه مثال ديالو. دابا اللي خاصكم ديروه هو وجدوا واحد الدفتر وستيلو قدامكم باش ملي نعطيكم الحرف تكتبوه وتكتبوا حداه النطق ديالو باش تبقاو تراجعوهم من بعد باش تعقلوا عليهم. يلا jetzt fangen wir mit dem ersten Buchstaben an. الحرف اللي غادي نكتب لكم بالحمر هو الحرف ديال اللغة الألمانية، واللي غادي نكتب لكم حداه بالأسود هو النطق ديالو. مثلا هنا عندنا A، النطق ديالها هو A ما كيتبدلش. Apfel، Apfel. B، B، Ball، Ball. C، C، Computer، Computer. D، D، Deutsch، Deutsch. Deutsch هي الألمانية. E، E، Elephant، Elephant. F، F، Fish، Fish. G، G، Garten، Garten. H، H، House، House. I، I، Insel، Insel. جي كتقرا يوت، يوت. ياغ، ياغ، ياغ هي السنة. كا، كا، كافي، كافي. ال، ال، لامب، لامب. ام، ام، ماوس، ماوس. ان، ان، ناخت، ناخت. او، او، Obst، Obst. B، B، Pferd، Pferd. Q، Q، Qualität، Qualität. R، R، Ratte، Ratte. S، S، Sonne، Sonne. T، T، Tisch، Tisch. U، U، Uhr، Uhr. V، V كتقرا فاو، فاو. Vogel، Vogel. V، V، Wasser، Wasser.
Wasser. X xylophone. xylophone هي واحد الأداة موسيقية. إبسيلون إيكغيك كتقرا إبسيلون. يوغا. تيت زد كتقرا تيت. زبرة. دابا غادي ندوزو الحروف الخاصة اللي قلنا في أول الفيديو اللي هما بيزونداغو بوغشتابل. الأحرف الصوتية دي فوكال أو دي أوملاوت، يعني الحروف اللي فوق منهم جوج نقيطات. دوك جوج نقيطات تنقولوا لهم أوملاوت. نبداو بأول حرف اللي هو أ أوملاوت كتولي إي يعني ميتشن. الحرف الثاني اللي هو أو أوملاوت كتولي أو يعني هوغن. أو كتولي أو يعني مود. وفي الاخير عندنا هاد الاس ست كتكتب بجوج طرق في الكلمه، يا اما كنكتبوه بجوج اس يا اما كنكتبوه بهذاك الحرف اللي كيشبه البيضه. وهكا نكونوا سالينا الحروف ديال اللغه الالمانيه. كنتمنى تكونوا فهمتوهم مزيان. حاولوا تبقاو ديما تراجعوهم باش ما تنسوش عليهم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم اللي تيقراو اللغه الالمانيه، وديروا لايك وتخليوا لي تعليق تقولوا لي شنو بغيتو نشرح لكم في الفيديو الماجي ان شاء الله. وما تنسوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم ان شاء الله في درس جديد. تشيس.